رموش الست وعيون الشهد هنعملها في البيت بكل سهولة، ومن الألف للياء، من الشربات للخطوات للتسوية لكل حاجة، بدون حلو وطعم جميل جدا زي الجاهز بالظبط، وهتوفر عليكي وبطريقة بسيطة قوي. يلا بينا نبدأ في المكونات، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لي لايك وكومنت عشان تدعميني. اول حاجة هنبدأ بيها وهي الشربات. هنعمل كوبايتين من السكر، عليها كوبايتين من المية، وعلى نار متوسطة. واول ما تغلي معايا هسيبها تغلي معايا لمدة 5 دقايق، وبعد 5 دقايق كده هعصر عليها نص ليمونة، واحط باكت من الفانيلا او نقطة من الفانيلا السايلة، وبعد كده تغلي غلوة واحدة واطفي عليها واركنها. رموش الست او عين الشهد لازم الشربات يبقى بارد، والرموش نفسها تبقى سخنة، يا اما تبقى الرموش باردة والشربات سخن. لازم واحد فيهم يبقى سخن وواحد تاني يبقى بارد، ودي خطوة مهمة قوي عشان تنجح. نيجي بقى للوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا نص كوباية من الزبدة على زيت، او زبدة على سمنة، او سمنة على زيت، المتوفر عندك اعمليه. هنضربهم كويس قوي كده مع بعض. واهم حاجة، كل حاجة في الوصفة دي بتبقى بدرجة حرارة الغرفة. الزبدة لازم تبقى طرية كده بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليها ربع كوباية من السكر البودر، وهقلبهم كويس قوي بالشكل اللي قدامك ده لحد ما شكلها يفتح كده وتحسي ان هي تقلت وعملت فوم كده. هفضل اضرب فيهم، وبعد كده هجيب بيضة كاملة وعليها بياض بيضة. الصفار ده هنركنه على جنب عشان هنستعمله في خطوة مهمة قوي. بحط عليها بقى البيضة الكاملة والبياض البيض، وهقلبهم مع بعض كويس وادمجهم بالشكل اللي قدامك ده. في الخطوة دي عايزة تحطي الفانيلا هنا ماشي، عايزة تحطيها مع الدقيق ماشي. انا هنا حطيت الفانيلا نسيتها فحطيتها مع الدقيق، عايزة تحطيها في الخطوة دي تمام. بعد ما هقلبهم كويس قوي مع بعض هنزل عليهم بمعلقتين كبار من جوز الهند الناعم. انا كان عندي خشن ضربتهم في الكبة وفرمتهم خليتهم ناعمين. بعد كده 3 معالق كبيرة من السميد اللي هو بتاع البسبوسة، بتجيبيه وتحط 3 معالق تقلبيهم بقى دول كلهم مع بعض. واول ما اقلبهم كويس مع بعض هنزل بكوبايتين من الدقيق، بس مش هنزل بيهم كلهم، هنزل بكوبايه مثلا ونص واسيب نص على جنب، احتاجته ماشي، محتاجتهوش خلاص. وهنا بقى هحط باكت من الفانيلا. لو عايزه قلتلك زي ما قلتلك تحطيه مع البيض ماشي، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلب المكونات الاول كلها مع بعض بالسباتيولا او معلقه، هدمجهم مع بعض. وبعد كده هبدا اعجن بايدي، مش هنعجن قوي عشان خاطر ما تطلعش كبسه معايا وتنشف معايا. لازم تبقى بعد العجن تبقى طريه معايا كده وملمسها طري وناعم. بصي بقى يا ستي، في العجن لقيتيها مفروله منك ومش بتلم، يبقى هي عايزه سوائل. حطي شويه لبن صغيرين او ميه، تفضلي تحطي لحد ما تلاقي العجينه لمت معاكي وبقت ناعمه وطريه بالشكل اللي هتشوفيه. هنفضل نقلب كده، احنا مجرد بنلم مكونات مش بنعجن. اي شايفه، عايزينها توصل للقوام ده، طريه وناعمه مش خشنه ولا شاربه السوائل بتاعتها. زي ما قلت لك لقيتيها مفروله، حطي شويه من السوائل، لبن او حليب او ميه. دلوقتي عشان نعرف العجينه نجحت معايا، هتاخدي حته من العجينه تكوريها وتدوسي عليها او تضغطي عليها. لقيتيها ما شققتش يبقى هي كده نجحت معاكي، لقيتيها شققت يبقى هي محتاجه شويه من السوائل تاني. هنا بقى هنشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه، الشكل المعتاد بتاعها. بنلفها كده بالشكل اللي قدامك ده زي صوابع، ونتك عليها من النص ونقفلها او نرفعها من الجوانب. عايزه تعمليها مدوره، كوريها وتغطي عليها تغطيه بسيطه وشكليها زي ما انت عايزه. في مرحله التشكيل العجينه دي هكون ولعت على الفرن على درجه حراره متوسطه، عشان هي بتدخل درجه حراره متوسطه، مش عاليه ولا هاديه، تكون متوسطه. فاحنا واحنا بنشكله نولع عليها الفرن من تحت. هقلب بقى الصفار البيضه اللي احنا ركناها مع بعض، معاها شويه خل او فانيلا زي ما انت عايزه، او ممكن لبن. هقلبهم مع بعض كويس بالشكل ده وادمجهم، واجيب شوكه اضغط على رموش الست اللي انا عملتها بالشكل اللي قدامك ده عشان تاخد شكل اللي احنا عارفينه من بره كده، ويبقى شكلها لذيذ قوي، بتعمل شكل تحفه. وبعد ما هشكلها بالشوكه بالشكل اللي قدامكم ده عشان زي ما قلت لكم تديني شكل حلو كده، هبدا ادهنها بصفار البيضه والخل اللي احنا عملناه. وممكن تستبدلي الخل بفانيلا او لبن، بتدي شكل حلو قوي لرموش الست او المخبوزات عامه.
بعد كده زي ما قلت لكم الفرن عندي على درجة حرارة متوسطة، هحطها على الرف اللي تحت لمدة من 15 دقيقة. ابدأي تابعيها عشان ممكن الفرن بتاعك يكون بيسخن اسرع، فانت من 15 دقيقة تابعيها عشان ما تاخدش اللون من تحت. لقيتيها بقى احمرت من تحت وخدت اللون المطلوب، ولعي عليها الشواية تاخد وتتابعيها، اول ما تاخد اللون الحلو من فوق ده من الشواية طلعيها. يبقى بندخلها الفرن واحنا بنشكل نولع الفرن ونسيبه يبقى على درجة حرارة متوسطة، وادخلها الفرن ومن ربع ساعة. بعد ربع ساعة اتابعها لقيتها خدت لون من تحت، اولع الشواية اخليها تاخد اللون الذهبي الحلو اللي قدامكم ده. واول ما اطلعها على طول اسقيها بالشربات البارد بتاعنا، وهي سخنة كده لازم تتسقي بالشربات كويس قوي. هحط الشربات على كل واحدة فيها، اتأكد ان الشربات وصل لها. وبعد كده اول ما اسقيها بالشربات اغطيها بقى بغطا باي حاجة عندك، بصينية باي حاجة، هغطيها كده لمدة 10 دقايق تكون شربت الشربات، واطلعها واسيبها تبرد. ما تلمسهاش لما تكون بردت، عشان اولا تكون الريحة بتاعتها هديت ومسكت نفسها وتقدري تستطعميها وهي باردة. عايزة اقولك طعمها حلو قوي ولذيذة وسهلة وسريعة، بجد جميلة قوي وهتعجب الاولاد. وبكوبايتين دقيق عملتي كمية اللهم بارك حلوة. وكمان كوبايتين الا ربع، يعني ما استعملتش النص الكوبايه اللي انا ركنتها معاكم على جنب دي، ما استعملتهاش خالص. وبس كده، لو وصلت لحد هنا اعملي لي اشتراك في القناه ولايك، واستني مني وصفات جديده ان شاء الله قريب. وعايزه اقولك استمتعي وجربيها وطعمها لذيذ، وشايفه شكلها من جوه خطير يا جماعه، بجد هتعجبكم. ونتقابل في وصفه جديده ان شاء الله. باي باي.